طيب، واحد اقول لك دلوقتي يا عم دي اغاني، يعني ما تكبرش الموضوع مش محتاج كل ده. شويه اغاني يعني بنسمعها كده نفرفش على نفسنا عشان الدنيا تمشي بس. يا صاحبي اللي عايز اوصله لك ان كده الدنيا بتقف مش بتمشي. بقالي كتير بحاول اعمل الفيديو ده بس مش عارف اجيبها ازاي قوي، لان كل واحد فينا ليه مدخل معين. يعني دينيا مثلا، طيب ما انت سمعت فيديوهات كتير وسمعت شيوخ كتير، او مثلا عشان بتحس احيانا ان ليها اثر نفسي عليك. مش قوي، لان في اسباب كتير جدا في حياتك ممكن تكون هي السبب في ان نفسيتك تبقى وحشه او نفسيتك تبقى كويسه. فانت غصب عنك هتلاقي نفسك بترمي اللوم على الاغاني وخلاص، بتطلع اي مبرر يعني. فعقلك الباطن بنسبه كبيره هيبدا يرمي اللوم على حاجات تانية خالص، واخر حاجه يفكر فيها هو ان هو يرميها على الاغاني. هو مش عقلك الباطن لوحده طبعا، يعني الشيطان برضو ليه دور. يعني هو وعقلك الباطن عاملين عليك زي ميكس شوكولاته على دماغك كده، او مثلا عشان بتضيع وقتك او بتبعدك عن ربنا. يا عم احنا عادي بنصلي عادي وبنقرا قران وبرضه بنسمع اغاني، يعني الموضوع مش يعني ما فيهوش اي تعارض. المسكين ده بقى هنجيله في اخر الفيديو وهقول لك عليه حاجه مهمه جدا. والله بجد لما واحد بيقول لي كده يعني بيصعب عليا، بيصعب عليا بجد. اللي انا جاي اقوله لك بعد اكتر من 3 سنين انقطاع عن هذه العاده السيئه، الحمد لله، يعني بعد الانغماس فيها لسنين، اللي اكتشفته ان الدماغ البشري بطبعها مش بتحب الفراغ. يعني لازم دايما يكون في حاجه شغلاها او حاجه بتسليها. الفكره بقى ان الاغاني بتأدي الدور ده على اكمل وجه. في المواصلات مثلا، او انت سايق العربيه، او انت في الجيم، او انت مثلا قاعد بتخلص تاسك معين فبتشغل اغاني في الباك جراوند عشان تصفي ذهنك. كل دي اوقات كتيره فعلا خلال اليوم، يعني حرفيا دماغك ما بتعملش فيهم اي حاجه، مفيش اي انبوتس بتخش لدماغك. فبالتالي بقى هي بشكل تلقائي بتطلع لك بقى الاوتبوتس، يعني مثلا جلد ذات بقى، على شويه نكد، على ذكريات وحشه، على تفكير عميق جدا في المستقبل وهعمل ايه بكره وهجيب منين وهسوي ايه. كل ده لو انت ما شغلتش دماغك بالتالي هتطلعه عليك. فانت بتريح دماغك وتروح للحل الاسهل اللي مريح السلس، ان انت تشغل اغاني عشان تفصل دماغك. وهو ده فعلا اللي جيت لو كلمت اي حد بيسمع اغاني او قلت له انت بتسمعها ايه، يقول لك بتريحني، بتفصل لي المود، بتخليني انعزل عن الجو. هو ده فعلا دورها بالظبط. اللي ظهر قدامك في العمليه دي ان المتاثر الوحيد بيها هو دماغك، لكن في الحقيقه في عالم موازي تاني على طريق اخر في واحد بيتهان حرفيا من العمليه دي، وهو قلبك. دماغك وشعورها انها زهقانه او فرحانه او مبسوطه او اي شعور سهل جدا ان انت تحس بيه طالما الشعور ده جوه دماغك، لكن اللي صعب فعلا انك تحس بيه هو الشعور اللي جوه القلب نفسه. ليه؟ لان القلب ميت اصلا، غذائه المفروض يخش له عشان يكبر او عشان يبقى حي او عشان يبقى سليم وفي صحه كويسه. مفيش اصلا وقت كافي ان هو يخش له. سماعك للقران او ركعتين قيام في نص الليل والناس كلها نايمه، او مثلا انتظامك على الصلوات في المسجد، او انك يبقى ليك ورد يومي من القران بتقراه، او ورد يومي مثلا من السيره بتسمعه في المواصلات. مثلا ممكن تسمع بودكاست مثلا بيتكلم عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده الغذاء اللي القلب محتاجه فعلا عشان يفضل حي. طيب ليه الحاجات دي مش موجوده؟ لان ببساطه مفيش وقت. لان الاغاني خدت كل الوقت الموجود في يومك اصلا، تخللت في كل اليوم وانت رايح وانت جاي وانت قاعد وانت مع صحابك وانت ماسك الموبايل. فهيبقى في ايه وقت اصلا عشان تعرف تنجز فيه ده؟ وده اللي هتحسه فعلا بعد ما تبطلها، وده اللي انا حسيت بيه فعلا. ان انا اكتشفت ان انا عندي اوقات كتير جدا كان ممكن استفاد بيها بشكل كبير، كان ممكن اسمع حاجه تفصل لي دماغي برضه وتغير لي مودي وكل حاجه، ولكن فيها نفع وفيها حاجه اقدر استفيد بيها في حياتي اصلا. اول ما هتبدا تبطلها وتبدا تدي نفسك فرصه انك تسمع حاجات مفيده او انك تسمع حاجات تساعدك في حياتك بشكل عام، انت هتشوف تاثير ده على نفسك اصلا. وساعتها هتقول ايه الهبل اللي انا كنت بعمله ده. يعني تخيل معايا مثلا الموقف ده بالظبط. تخيل ان انت مثلا دخلت قرات سوره زي سوره ال عمران مثلا. سوره ال عمران من السور اللي موضوعها يعني شديد، موضوع رهيب، بيتكلم عن غزوه من اعظم الغزوات في التاريخ الاسلامي، وقد ايه الغزوه كانت ماشيه كويس، والمسلمين كانوا في طريقهم للنصر، اللي هي غزوه احد طبعا. وبعد كده حصل مخالفه من بعض الصحابه اوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعركه اتقلبت، فقتل صحابه كتير، وقتل واحد من يعني اعمده الاسلام، اسد الاسلام، حمزه بن عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يحزن عليه، وبعد كده المشركين يلتفوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم ويحاولوا ان هم يقتلوه. وبعد كده الصحابه واحد واحد يخش يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما يتقتل، وبعد كده يخش اللي بعده لحد ما يتقتل، وبعد كده يخش اللي بقى. انت متخيل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيؤذى وبيضرب وبيشج وجهه صلى الله عليه وسلم. فاحداث رهيبه. تخيل معايا انت كده
بعد ما تخلص سوره زي سوره ال عمران دي، سواء بتسمعها او بتقراها او بتقرا في تفسير او اي شيء، تخيل معايا كده ان انت قاعد. ده بقى الشخص اللي انا قلت لك في اول فيديو هنرجع له، اللي هو ما عندوش مانع خالص ان هو يعيش مع القران، وان هو يسمع اغاني عرضه ما فيش مشكله، واللي هو بالطبع لا ما بيحصلش، يعني مستحيل ان هو يحصل. فتخيل بعد ما انت تخلص كل ده مثلا، تخيل بجد معايا الموقف ده، ان انت مثلا تقوم قاعد مشغل مثلا اسلام كابونجا مثلا، وهو عمال يتخانق مع اخصامه وان هو سندال جدا ومحدش يقدر يجي على طريقه. انت متخيل ايه؟ انت متخيل هو بيتكلم في ايه، او دي قضيته ايه اصلا، وده قضيته ايه؟ او مثلا واحد عمال يقول قد ايه ان هو مش عارف ينسى حبيبته مثلا ومش عارف يتخطاها، دي هي كل مشكلته في الحياه. متخيل حجم الحاجه. بص، الحاجه التافهه او الحاجه القليله عمرك ما هتعرف انها تافهه او انها قليله غير لما تنسبها لشيء تاني. فانت مش مدي نفسك فرصه اصلا ان انت تشوف شيء تاني، ومش مدي نفسك وقت ان انت تتعلم حاجه تانيه، عشان ساعتها فعلا هتعرف مدى حقاره او يعني وضاعه الاغاني بكل انواعها، وانها اصلا لا بتغير مودك ولا بتبسطك ولا بتحسسك انك افضل ولا اي شيء ولا اي حاجه من الحاجات دي. بعد كده اصلا لما هتتعود ان انت في يومك كله يا اما بتسمع قرآن يا اما بتسمع بودكاست عن الدين او عن العقيده او اي حاجه، حرفيا لما تيجي تسمع اي اغنيه شغاله هتحس انك قلبك ده مخنوق، هتحس انك عايز تتخنق. انا فعلا ما كنتش بحس ده قبل كده، لكن لما اديت نفسي فرصه ان انا ابعد وان انا ابدا واحده واحده استبدل الاغاني دي بحاجه تانية مفيده، فعلا لما رجعت بقى مثلا اسمع اي اغنيه في اي طريق او في اي، ما بقدرش اسمعها بجد، لان خلاص انت وصلت لمرحله انت شفت الحاجات الكبيره فعلا، انت شفت المشاكل الكبيره فعلا، انت شفت الحاجات فعلا اللي بتريح قلبك، فانت بالنسبه لك ده اي كلام في اي كلام. وبعد ما تبطلها هتعرف ليه ربنا سبحانه وتعالى جه قال لك في سوره لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. فهو ده فعلا لهو الحديث، اللي هو اي كلام في اي كلام في اي كلام، كلام ما فيهوش منه فايده، انت ما بتنتفعش بيه في اي شيء. الشخص اللي بيغني هو اللي منتفع في الاول وفي الاخر، منتفع دنيويا طبعا، انه بيخش له فلوس بيخش له شهره، لكن انت يا مسكين وقتك ضايع، قلبك عمال تملاه حاجات عماله تموته. تيجي تقرا قران مش حاسس بالقران، تيجي تصلي مش حاسس بالصلاه، الصلاه تقيله جدا عليك، اسهل عباده تقيله جدا على قلبك. ما بيجيش في بالك مثلا انك تقعد تقول مثلا سبحان الله وبحمده مثلا عشان ينزل لك نخله في الجنه، او انك تقول اذكار صباح، تقول اذكار، مفيش وقت. وانا عارف ده، وما تحاولش تقنعني بده، وانت عارف ده. يعني انت لو منغمس في المستنقع ده فانت فاهم اللي انا بقوله لك، وعارف مدى صعوبه الطاعه البسيطه عليك، ومش عارف ايه السبب. فانا جاي دلوقتي اقول لك ان هو ده السبب. الاغاني بشكل عام هي عاده زي اي عاده في الدنيا، بتتبطل بالتدريج، ان انت تقلل المواضع اللي بتستخدم فيها الاغاني. فلو مثلا بتستخدمها في 4-5 مواضع في اليوم، في الشغل، في العربيه، في البيت، مع اصحابك، حاول تخليهم 2، حاول تخليهم 3، والموضوعين التانيين دول حاول تستفاد بيهم بحاجه تانية، تسمع حاجه مفيده. مع الوقت دماغك وعقلك هيستوعب ان ده شيء كويس، شيء نافع، وده شيء ما يعني مؤاخذة يعني ما اي هاتش في اي نتش. وبما انها عاده فهي محتاجه وقت عشان تكتسبها، وزي ما قلنا بتكتسبها بالتدريج. واي عاده في الدنيا او اي عاده وحشه بتحاول انك تبطلها، اهم حاجه عشان تبطلها انك تبقى حاطط ليها بديل. لازم تحط عاده جديده. فمثلا انا هشيل اغاني، فانا هبدا اسمع مثلا قران، فهبدا مثلا اقرا ورد، او هبدا مثلا احفظ فاسمع الحفظ واسمعه بتاع واحد بعدين اقرا شويه تفسير، اسمع مثلا بودكاست عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، او اسمع بودكاست مثلا عن التعامل مع الناس، او اسمع بودكاست مثلا عن الطهاره. يعني هتلاقي نفسك واحده واحده بتنجذب للطريق ده، وهتلاقي نفسك واحده واحده بتشمئز من الطريق ده. هو ده ببساطه علاج القصه دي. انا مش عايز اطول عليك، موضوع بسيط وصدقني للاسف هي سم محدش واخد باله منه، وللاسف انه ممكن في اي وقت تبقى نهايتك، او يعني وقت موتك يكون في لحظه تكون بتسمع فيها اغاني، او تموت على الحاله دي. يعني لان ببساطه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فما اعتقدش انك هتبقى مبسوط لو مت مثلا في عربيه وانت مشغل اغاني، او مت وانت نايم وانت حاطط سماعه في ودانك ومشغل اغاني. فخير انها سيئات جاريه، عداد شغال. هتيجي يوم القيامه هتلاقي جبال سيئات كده، مش تبقى فاهم جايه منين، مع انك شخص كويس بتعمل خير بتحب الناس، بسبب ان انت شغلت عداد ما بيقفش للاسف. فانت مش حمل ده، ولا انا حمل ده، ولا هم حمل ده، ولا حد حمل ده. فالاحسن انك تبطل ده.